التعليم الفني واهميه زياده الجانب العملي. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اولادنا وابنائنا في التعليم الفني، احنا الحقيقه بنحضرهم ان هم اول ناس هيطرقوا ابواب العمل في سوق العمل، بحيث ان هم يكون عندهم تطبيقات العمل الفني ويقدروا يشتغلوا يعني فورا. الناحيه العمليه في هذا النوع من التعليم مهمه. حضرتك تقول لنا هي موجوده قد ازاي؟ يعني بندربهم على ايه؟ طبعا قبل كل حاجه لازم نقول تدريب المدرس الاول من الناحيه العمليه، عشان فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. المدرسين بندربهم ازاي؟ تربويا؟ في التخصص بتاعهم. تخصص الماده المتخصصه بتاعتهم. نوفر للطالب خامات التعليم الفني. يعني المقنن للطالب يمكن حوالي الحد الادنى دي 20 جنيه في السنه. دي ما تنفعش. 20 جنيه مقنن خامات تعليم فني في السنه الدراسيه. المفروض نوفر له آلات حديثه على اساس ينهض بالعمليه التعليميه والعمليه التعليم العملي. طيب استاذ ماهر، بس اذن حضرتك هنشوف مع حضرتك فاصل مسجل عن تطوير التعليم الفني وجوانب التطوير، ويعني الساده المشاهدين يكونوا معانا ويشوفوا شكل بعض الاماكن اللي مرتكز فيها التعليم الفني. نشوفها مع بعض. في ورش عمل اتعملت كتير جدا لتطوير التعليم الفني. احنا عملنا السنه اللي فاتت هنا مؤتمر لتطوير التعليم الزراعي على وجه الخصوص، وكان المؤتمر ده قعد 3 ايام. طلعنا منه بمجموعه توصيات بننفذ يعني على قد ما بتسمح الامور، بحيث ان احنا في النهايه عايزين نطور منظومه التعليم الفني والتعليم الزراعي على وجه الخصوص. احنا دايما بنتعاون مع كلية الزراعة جامعة اسكندرية، عندهم برضو مشروع لخدمة المجتمع من خلال الجامعة ومن خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال المستثمرين الموجودين عندنا ومن خلال المرافق اللي موجودة في المدرسة، لأن أنا عندي مرافق كمان ما فيهاش مستثمرين لكن دي بتدار بالجهود الذاتيه بتاعه المعلمين واعضاء هيئه التدريس. كل ده في النهايه احنا عايزين نرتقي بالمستوى التعليمي للطالب، عايزين نحطه على بدايه الطريق ان هو يبقى بروفيشنال او مهني، يعني ماهر. عندي وحده توظيف كامله دي بتسعى دائما وبجهد دؤوب انها تشغل الطلبه في اثناء الدراسه او بعد التخرج. يعني دي وحدة كبيرة جدا اسمها وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، بتضم وحدة توجيه وإرشاد ووحدة توظيف ووحدة تدريب ووحدة ريادة. كل ده في الآخر بيفعل لصالح الطالب. أنا عايز الطالب اللي عندي أولا أن هو يطلع يشتغل في نفس المجال الزراعي، لأن القطاع الزراعي وبالذات القطاع الصناعي الزراعي محتاج جدا المهارات ديت، محتاج الطلبة لما تتخرج تبقى كوادر فنية على أعلى مستوى. كل ده احنا بنسعى إليه من خلال خطة ممنهجة وواضحة لكل الناس ولفريق العمل اللي معايا، وبنستعين بكافة الجهات في ان احنا نصل إلى هذا الهدف أو التارجت المطلوب. هو احنا إن شاء الله هنا بنخزن من المخبوزات كافة المخبوزات الموجودة، كرواسو، باتيه، دنش، نواشف، عجائن طرية، سيلوزونات، ترط وجاتوهات بردك موجوده هنا. كل المراحل دي كلها بندرب عليها الطلبه هنا موجوده في المدرسه.
واخد سيادتك. فلو عايز حضرتك تعرف بقى يعني مثلا مراحل انتاجها ايه، احنا من الاول طبعا العجين بيبقى بيتحط في العجان ويطلع المنتج النهائي بتاعها على عجين. مثلا بنفترض على الكرواسو او كرواسو الباتيه والدنش اللي هو بنقول عليها سليات، بنبتدوا نعجنوها حضرتك بعد ما يتم العجين بتاعها بداخل على الشيتر عندنا هنا على مكنه اسمها شيتر او الفراده، يتم فرد العجين وتحط عليه الزبده الخاصه بيه. بعد ما يتبنط ويبتدي يتدرب الطالب على ازاي التبنيط، يتدرب الطالب الاول على العجين ازاي، ثم التبنيط بتاعه ازاي، ثم بعد كده طريقه التشكيل بتاعه عامله ازاي. واخد سيادتك. بعد ما تدرب حضرتك الدرب على التشكيل بيخش المخمر، بعد ما يخمر يخش الفرن ويطلع منتج نهائي. في بعض المنتجات بيتم تفنيشها بعد الانتاج النهائي زي كراسوب الشوكولاته زي الدنش يبتدي تفنيشه، وهكذا كل المنتجات نفس الطريقه دي حضرتك. محمد السيد ابراهيم. سنة كام يا محمد؟ تانية سنة. اسمي عبد الرحمن، سنة أولى إعدادي. هنا في الزراعة، هنا بتعلم صنعة. بحضر حاجات وكده وبتعلم يعني. اتعلمت ايه؟ أنا بيتزات وكده يعني. باجي وبعجن بحضر وكده لحد ما الصنايعي يجي وكده وبشتغل انا اهو. هفتح مصنع كبير. وانا بصراحة نفسي اطلع زي الصنايعي بتاعي. احنا بنسعى دايما للبحث عن نوعية طلبة من حملة الإعدادية يكونوا يعني أفضل من كده شوية. يعني ما يبقاش الحكر كله على إن التعليم الثانوي العام هو اللي بياخد أعلى مجموع، والقصة دي بقت خلاص يعني بقت قديمة وما تنفعش. النهاردة أنا بشوف اتجاهات الولد إيه، هو عاوز يبقى إيه، فده المفروض يوجه بغض النظر عن المجموع اللي هو حصل عليه وقصة التنسيق والى آخره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا برضو عايزين يبقى في النهاية عندي مدرس برضو مدرب تدريب على أعلى مستوى عشان يقدر ينقل خبرته ويؤدي العملية التعليمية داخل المدرسة بأحسن ما يكون. واحنا ماشيين برضو في حزمة برامج لرفع كفاءة سادة أعضاء التدريس الموجود عندنا، بحيث أنه يواكب برضو أحدث ما هو موجود في المجال الزراعي أو الصناعي الزراعي زي ما احنا كلمنا. أنا بالنسبة للشغل عندي أنا عايز أطلع طالب متعلم صنايعي، يعني زي ما بيقولوا حضرتك كده يعرف يعني صناعي. فبالتالي عايزه مش عايز قدرة ذكاء، عايز واحد يكون حابب يشتغل، حابب الشغلانة دي. وفعلا الناس اللي موجودة معايا حابين يشتغلوا، فبالتالي يبقى هيجيب نتيجة كويسة. يعني مش عايز واحد دكتور يشتغل معايا، أنا عايز واحد زراعي يفهم يعني ايه عجين، يعني ايه خميره، يعني ايه بكتيريا، يعني ايه المواد الخام، ايه الماده الرطوبه اللي عايزها، ايه درجه الحراره اللي عايزها في الرطوبه، عشان يطلع الشغل دوت. هو بيدرسه نظري وانا بديله عملي، فخلاص الموضوع بالنسبه له سهل. فرص العمل وفرصه العمل وباخد اجر عليه، فبالتالي خلاص بالنسبه له ليه يشتغل بره الطالب؟ هو شغال بياخد اجر وفي نفس الوقت بيتعلم، وفي نفس الوقت المنتج بتاعه بيتباع قدام عينه. هو بيقول لك انا اللي عملت ده، فرحان بيه. أهمية تطوير التعليم الفني ده موضوع لقائنا مع الأستاذ ماهر يوسف مدير إدارة التعليم الفني بالمنتزه. برحب حضرتك مرة تانية. طبعا شفنا أبنائنا الطلبة يعني واقفين بيشتغلوا يعني بكل حرفية كده ومهنية إن شاء الله دايما بالتوفيق. حضرتك كنت أشرت إلى أنه التعليم الفني زراعي وتجاري وصناعي، في منه المزدوج والمهني والمنتظم. احنا عايزين نغير مع حضرتك النظرة للتعليم الفني، يعني كلها تخصصات الحقيقة واضح ان هي منتجة ومحترمة، يعني بتخلي الشاب يبقى يقدر يكسب فورا اول ما يتخرج. احنا عندنا مشاكل في التعليم الفني. يعني الكثافة العددية بتاعت الطلاب داخل الفصل
المفروض يبقى في تنسيق مركزي. الحد الادنى للقبول حتى على الاقل 220 درجه. طب والناس اللي اقل من كده يبقى يخشوا على المهني، وتبقى فتره منتهيه سنتين يدرس في الناحيه العمليه فقط بتاع المهني ده، اللي هو 220 فاقل حتى 150 درجه. يدخل على المهن عن طريق تنسيق. عن طريق تنسيق. والمفروض 220 درجه بيبقى فيها بيجي ده انا عندي 260 درجه و270 درجه في المدارس الفنيه، بيسيب الثانويه العامه وبيجي لي وبيتفوق ويخش كليه هندسه وتجاره وزراعه والكليات الاخرى. صحيح. بيدخل كليات بعد فتره قد ايه اعداد؟ على طول سنتين او سنه؟ لا، بيخلص على طول الدبلوم بيخش على الهندسه والتجاره وبيبقى اقوى من طالب الثانويه العامه. لانه عنده اساس طبعا. في عندي نوعيه من التعليم اسمها منازل العمال. يا ريت نغير اسمها، ودي بيحصلوا عليها رسوم 355 جنيه. منازل العمال انا كنت سمعت ان هي يعني مفيش اقبال عليها. لا، ده بالعكس، ده في الافات عايزين تيجوا كل باستمرار، بس محددين 20% من عدد المنتظمين. المفروض نغير اسمها غير مرغوب فيه، منازل العمال، نقول مثلا التعليم المفتوح. ويكون مثلا ناخد مبلغ نص المدارس الخاصه. حضرتك فاهمنا التعليم فيها بيقوم ازاي؟ ما بيجيش خالص وبيجي على الامتحانات وما تعرفيش ايه اللي بيحصل. زي الانتساب زي ما دخل زي ما طلع، ما عندهوش اي معلومه خالص. بشبه الانتساب في الجامعات مثلا، ما عندوش حضور وغياب. بالظبط كده. احنا ممكن نجزأ المدرسه، بدل الدوله بتعاني من بناء المدارس والحاجات دي. المدرسه الواحده تبقى 3 مدارس في نفس الوقت. الفتره الصباحيه اللي قلنا المنتظمين، الفتره اللي في النص اللي هي بتوع المهني، الفتره المسائيه للتعليم المفتوح ده اللي يرغب فيه بمبلغ على اساس يهتم بالتعليم. يعني منازل العمال هي الطالب بيكون بيعمل في السوق المهني والفني، وعلشان يبقى معاه يكون حصل على اعداديه من سنه سابقه. لا، احنا نقول اعداديه حديثه، واللي عايز حتى من 10 سنين يجي يحضر. عشان ما نسببش تسرب يعني. بالظبط. وعشان يبقى دايما بنحدث الطريقه الفنيه للعمل. يبقى ما ظلمناش حد في ال3 مراحل دول. صحيح. يبقى الصباح هتكون للناس المنتظمين 220 درجه فاعلى. تمام. 220 فاقل لحد 150 درجه للمهني، واللي عايز 300 درجه يخش في التعليم المفتوح مفيش مشاكل. وناخد منه نص المبلغ بتاع المدارس الخاصه اللي باخده منه 7-8,000 جنيه في السنه. تمام. لانه اللي بيعمل يستطيع ان هو يكون موجود في المدرسه خلال فتره المساء، لكن المنتظم اللي هينتظم معانا في التعليم الفني ممكن يكون موجود في الفتره الصباحيه. بالظبط كده. فكده يبقى المدرسه اشتغلت بطاقتها في 3. بالظبط كده. ده شيء ممتاز. احنا عندنا نوعيه كمان من التعليم اسمه التعليم المزدوج. المدرسه داخل الشركه او الشركه داخل ده في التعليم الصناعي. في التعليم الصناعي. يعني عندنا مدرسه بنك قطن للملابس الجاهزه. حضرتك احنا كنا اتفقنا بعد اذن حضرتك ان احنا مش هنقول اسامي استثمار. معلش. بعد اذنك معلش. نقول المؤسسه. ايوه. ما اسمها أصلاً. هو اللي مدرستنا لازم اسمها. صحيح. احنا مش هنقول اسماء بس. صحيح. المدرسه دي الطالبه يمكن اول شهر بشوفها بتفصل البنطلون والبلوزه والجيبه. ممتاز. ليه؟ نتيجه 90% من الناحيه العمليه داخل الورش. صحيح. وال10% المواد النظريه بتاعتها. وان الاجهزه بتكون دايما متاحه وعندها صيانه للطلبه والطلبات. تمام. كنا شفنا مع حضرتك يعني جزء من اعمال الطلبه. مدرسه الزراعه اللي هي كان في مخبز وبينتجوا. فانا سالت حضرتك انه هيكون في اكيد منافذ لتوزيع انتاج الطلبه في التعليم الفني. احنا طبعا بنشكر الوزير السابق التربيه والتعليم الدكتور محمود ابو النصر، وسياده المحافظ طارق المهدي السابق في تلبية رغبة الفنان محمد منير والإعلام الكبير مصطفى ياسين في عمل المنافذ دي. يعني احنا كنا قعدنا نلح على الحي والمحافظة وبتاع لحد ما هم جابوا لنا الموافقة بعمل المنافذ، وإن شاء الله يمكن بعد
15 او 20 يوم هيتم فتح المنافذ دي في اسكندريه فقط؟ لا، في مدرسه زراعيه. مدرسه زراعيه. لكن هم جابوا لنا حوالي 5 مدارس في حي المنتزه يعني؟ في حي المنتزه. وان شاء الله هعملها في الرصيد الصناعيه باذن الله. جميل. كم منفذ موجود في المنطقه عند حضرتك؟ حوالي 7. 7 في المنتزه فقط؟ في مدرسه الزراعه. في مدرسه الزراعه. جميل. للانتاج الحيواني والالبان وقسم النحل والصناعات الغذائيه والدواجن. طب جميل. احنا يعني هنبقى عايزين طبعا في المستقبل نعرف اماكن المنافذ، ان متوقعين طبعا ان هي تكون درجه التصنيع يعني فيها مهاره عاليه، وكمان السعر يكون احنا عملنا المنافذ دي عشان نعرف الناس ان عندنا حاجات خاليه من المواد الحافظه والهرمونات. ايوه. وباسعار اقل من السوق، يعني منتج بشكل علمي كده. طبعا. والناس عندها اقبال، يعني حتى ما يجي انا اقامتي في الاداره التعليميه يقول ما تخليهم يجيبوا لنا الراي والجبن اللي بتعملوها ده جميله وبتاع. انا ما خدتش منها، لكن بسمع من بره بيقول لك ان احسن، في ذات جوده اعلى من. تسلم ايدين ولادنا. يعني واضح انه يعني شوف احنا حضرتك لما ناكل من ايدين ابنائنا ونحس ان هم بيتعلموا وبيطوروا وايديهم شغاله وان في انتاج. كنا لسه يعني دايما بنتكلم عن انه الانتاج لازم يزيد، فان كل واحد فينا يعني كل واحد فينا يشتغل ويبقى منتج. دي حاجه جميله جدا. ده بخلاف ذلك ان كمان هنوظف الطلبه الخريجين داخل منافذ دي وتقعد 24 ساعه باذن الله. واحنا عندنا وحده توظيف زي ما قال الاستاذ كامل مدير المدرسه. صحيح، سمعنا وحده توظيف. يمكن وظفنا حوالي 2000 طالب لحد دلوقتي برج العرب وحديها. وفي استمراريه في التوظيف والحاجات. ممتاز. هل حضرتك بتشعر انه لازال النظره للطالب اللي بيتوجه ناحيه التعليم الفني باقسامه ان هو يعني ما نجحش في التعليم العام، واللي هو عايز يشتغل في حاجه ابسط او اسهل، وان يعني فاتته فرصه كبيره في حياته العمليه؟ هل ده نقدر نغير النظره دي؟ لانه واضح انه يعني اي شخص منتج لازم يكون قدوه لينا جميعا ومثل طيب. كتير من الطلبه بتوع التعليم العام قالوا لنا وقعدوا غيروا مسارهم وجم التعليم الفني وقالوا يا ريتنا كنا دخلنا التعليم الفني من زمان. واصحاب مشاريع حاليا. هو طريقه اقصر يعني صحيح. الشاب او الشابه بيدخل مجال العمل بشكل يعني اسرع، خصوصا ان احنا عايزين نتجه دلوقتي للمشروعات الصغيره اللي هو الفرد يعني انشا شركه بتكسب بشكل سريع، راس مالها صغير وعدد العاملين فيها يعني مش كبير. طبعا. وبعدين لازم يكون عنده الخبره بتاعت الخبره العلميه اللي يكون درسها. طبعا. المناهج، ده سؤال اخير لحضرتك. المناهج في التعليم الفني حضرتك شايفها ان هي ممكن يتم تطويرها، وليس فقط تطوير المعلم، ممكن يكلف ايضا الدوله الكثير؟ من ضمن التطوير برضو ازاله الحشو اللي موجود في المناهج. حتى احنا عندنا دلوقتي مثلا بداوا عندنا ناس امنا في التعليم الفني بالقاهره، السيادة النائب الوزير الجيوشي ورئيس القطاع اللي هو الحلواني والباشمهندس حسن مشعل اللي هو رئيس الإدارة المركزية. بنحييهم كلهم مربيين أفاضل. دلوقتي هم جابوا لنا مدرسة الرصيد الصناعية ومدرسة الورديان في إدارة الغرب شراكة من أجل التطوير. يعني أنا عندي في مدرسة الرصيد الصناعية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الغرف التجارية الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية. ممتاز. بيدوروا في قسم الكهرباء. أو يعني يمكن سايبهم دلوقتي وعاملين مجموعات تدريب المدرسين، وهيجيبوا أجهزة حديثة، وهم اللي هيحطوا المناهج
الحديثة إن شاء الله. أكيد هيكون لنا لقاءات يعني مع حضرتك في المستقبل بالنسبة للتطوير والتعاون والشراكات، وبالنسبة لافتتاح المنافذ في حي إن شاء الله ندعيكم برضه إن شاء الله. ده قريبا حضرتك قلت خلال يعني 10 أيام أو بإذن الله. أو بإذن الله. بنشكر حضرتك ألف شكر أستاذ ماهر يوسف مدير إدارة التعليم الفني بالمنتزه، ونتمنى حضرتك دوام التوفيق. شكرا على استضافتكم. شكرا لحضرتك، صباح الخير.